عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة على عالمي ليناز وورلد. وأكيد قبل ما نبداو ما تنساوش لايك اشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. مالا خلينا نبداو في موضوعنا. يا أخي شنية حكاية لابوبو اللي منظره يخوف كأنه طالع من فيلم رعب، رغم اللي فما برشا عباد حبته وقالت عليه كيوت وبرشا مشاهير شراوه وشهروه. يا أخي ولا ترند وإلا متخبية وراه عبيثة؟ ملا خليني نفسر لكم. لابوبو هو دمية صغيرة عندها سنين كل وحش وعينين كبار يخوفوا. في نفس الوقت فما ناس قالت عليه اللي هو كيوت أما بطريقة غريبة. هو من تصميم فنان من هونغ كونغ وبدأت تبيع فيه شركة بوب مارت، إلا أنه أصبح توا حديث العالم. تخيل معايا دمية ما تعملش حتى 20 دينار، بالنسبة ليك نلقاها مطيشة ما نهزهاش، تو ولات تتباع ب3 ملايين. علاش؟ فاش قام كبار كيما بلا حديد، ريهانة، شيرين بيوتي، الكلهم يصوروا بيه في فيديو وعاجبهم وحابينه مش نورمال. يا أخي علاش؟ بالك في جرته نلمدو في الذهب وإلا وراه شخصية نادرة. في التيك توك فما عباد قالوا كيوت ويمثل الطفولة المظلمة، وفما عباد قالوا اللي هو يشبه للشيطان، ألف أعوذ بالله، ومنظره يخوف. وفما توانسة أخرين علقوا وقالوا شنو هذا، تقول عليه دمية جاية من عالم آخر. بالنسبة لي ما فهمتش علاش عمل الضجة هذه الكل، رغم اللي هو لعبة كي لعب الكل ما تجي حتى شيء، والناس في الأوروب قاعدين ينحيو فيه من الأسواق، رغم اللي في تونس يجيبوا فيه كما قلت لكم راهي حكايته تافهة، مجرد فترة من الزمن وتتعدى. كونوا عقلانيين، ما تصرفوش فلوسكم على حاجات تافهة. انتوما قولولي، هل تصرفوا فلوسكم عليه وتمشيو تشريوه وإلا تخافوا منه؟ حتى كان تخافوش منه واخطاكم منه. وما تنساوش كالعادة إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.